السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. بنزيما يواصل تألقه ويقود الاتحاد لدور 8 بالبطولة العربية بالفوز على الصفاقسي التونسي. قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه اتحاد جدة السعودي للتأهل إلى دور 8 من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، وذلك بعد تسجيل هدف الفوز على الصفاقسي التونسي في المباراة التي انتهت 1-0 ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالبطولة. وسجل بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة 63 بتمريرة من المغربي عبد الرزاق حمد الله ليواصل تألقه في البطولة بعدما سجل هدفا وصنع آخر في المباراة الأولى أمام الترجي التونسي والتي فاز بها الاتحاد 2-1، ورفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطتين عن الشرطة العراقي صاحب المركز الثاني ومنافسيه في المباراة المقبلة بالجولة الثالثة بدور المجموعات. على الجانب الآخر ظل الصفاقسي بدون رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير بفارق نقطة خلف الترجي والذي سيواجهه في الجولة المقبلة يوم الأربعاء. وتقام البطولة في 3 مدن سعودية هي الطائف وأبها والباحة، وتتواصل منافستها حتى يوم 12 أغسطس المقبل.